اهلا وسهلا بكم متابعينا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. متابعين نيوز بليس، مرحبا بكم من اي بلاصه نتوما كتابعونا فيها. كما كتشوفوا في العنوان، خطير بيع لحوم فاسده بمدينه تماره. صراحه يعني يحز في النفس انه باقيين مثل هاد التجار ومثل هاد الباعه ومثل هاد الجزارين اللي قاطعين يديهم من رحمه الله وما كيخافوش الله. كنشوفوا انهم رغم الربح ورغم هامش الربح اللي كاين، ورغم انهم كيبيعوا اللحم ب 120 درهم وكيبيعوا اللحم ب 130 درهم ودوزوا الفتره ديالهم، ورغم انه اللحم هبط الثمن ديالو والخير موجود وكاين الذبيحه ديال اسبانيا، وما فهمتش انايا باقي بنادم يعني هايج وفيه الجشع. البارح متابعينا الافاضل، السلطات المحليه في مدينه تماره غادي تدخل على واحد الجزار في اطار يعني المراقبات اللي تتكون من طرف يعني اللجان المختصه اللي فيهم العماله، فيهم لونسا، فيهم البيماش، فيهم السلطات المحليه، الشؤون الاقتصاديه بالعماله، البوليس الا كانوا في المجال الحضاري. هاد اللجنه هذه البارحه خوتي خرجت المسيره واحد، حطات عينها على واحد المحل معروف تما، عنده مجزره وعنده محل كيبيع فيه الغدا، ريستورون. هاد المحل هذا معروف يعني كنقول معروف، يعني ما كاينش اللي غيكون ما كلاش فيه الا كان الساكنه ديال مدينه تماره. يعني كلشي كيمشي لذاك المحل كياكل ويشرب تما، الكفته، الصوصيط، اللحوم الحمراء بجميع الانواع ديالها، التقاليه، اللوبيا، المهم راه معروف. البارح السلطات المحليه غادي يدخلوا على ذاك المحل، واذا بهم غادي يتفاجئوا بالكارثه. الكارثه اللحم خانز. كاين مشكل كذلك ديال الثلاجه عامره ببعض اللحوم اللي مجهوله المصدر، اللي دابا تيقولوا راه ما معروفش المصدر ديالها، تقدر تكون حمار، تقدر تكون بغل، تقدر تكون. المهم الناس خداو التحاليل البارح، اللجان خداو التحاليل على اساس انهم يديروا تحاليل مخبريه لهاد اللحوم باش يعرفوا المصدر ديالها. والخطير في الامر انه هاد الجزار اللي ما تيخافش الله كياخذ لي تيكي هادوك الوصولات ديال المجزره ديال ابي القنادل، لانه كنعرفوا ان مؤخرا يعني الولايه ديال الرباط سدات جميع المجازر اللي كاينين في الاقليم ديال عمالة السخيرات تماره، وخلات مجزره ابي القنادل اللي فيها واحد المعايير عالميه ومعايير صحيه. يعني الجزار الا ما ذبحش في مجزره ابي القنادل راه ما عندوش الحق يبيع اللحم، ما عندوش عنده الحق يبيع اللحم. هادشي علاش انا كنشرح لكم، لان هاد السيد البارح لقاوه كيزور هادوك لي تيكي، يعني عنده اللحم مثلا ذابحو في شي بلاصه وكيجيب هذيك التيكي ديال ابي القناديل، كيذبح مثلا بقره في الشهر، كياخذ ديك التيكي وكيبيع بها اللحم. البارح ملي جات اللجنه وسكانات داك الكي ار كود ديال داك اللحم، لقاو باللي ان هذاك اللحم يعني تقريبا 15 يوم باش خرج من المجزره ديال بو القنادل، و15 يوم باش خارج من بول القنادل. تيقول لهم هذاك اللحم راه ديال هاد الذبيحه، وما يمكنش يبقى عندك اللحم في الثلاجه 15 يوم انت ما بايعوش وانت كتبيع اللحوم بالاطنان في النهار، لا يعقل. والخطير كذلك حنا تبقاو تسمعوا غير خطير لان هاد السيد هذا تيلعب بالصحه ديال المواطنين. ساكنه مدينه تماره كلاو وشبعوا تما مزيان. الخطير في الامر ان عنده ما يقارب 60 كيلو ديال الماده ديال ميمي اللي معروفه. ماده ميمي هي واحد الماده كتحيد الريحه من اللحم وكتعطيه واحد اللون حمر، يعني باش ملي تيجي الكليان كتبان له الكفته حمراء تيقول لك هذه باقا جديده طريه. لا، هاد السيد هذا عنده 60 كيلو ديال الماده ديال ميمي كيصبغ بها اللحم. وماده ميمي معروفه ماده مسرطنه، ماده خطيره، ممنوعه منعا كليا انها تستخدم في المواد الغذائيه. هاد السيد هذا كيصبغ بها اللحم وكيبيعها للمواطن التماري. ونزيدكم كذلك هاد السيد هذا يعتبر من لي فورنيسور الكبار اللي كيبيعوا الصوصيط، الكفته لصحاب الكرارس اللي كيتواجدوا في مدينه تماره، وكيبيع كذلك لي ريستورون. هذه معلومات مؤكده ونتحمل مسؤوليتها في نيوز بلس. بالاضافه الى ان هناك ثلاجه عامره باللحم
اللي منتهي الصلاحيه، ويمكن لكم ترجعوا للسيت ديالنا، غتشوفوا مجموعه من الصور اللي نشرناها ديال ديك اللحوم، ومن خلال الصور غادي تعرفوا الكاليتي ديال داك اللحم، يعني الجوده ديال ديك اللحم. هذا المحل هذا كيتواجد في المسيره 1 في حي الفردوس. ما يمكنش لينا نعتوا لكم داك المحل لان نعطيناكم النعت اكزاكت، غادي ندخلوا في عمليه ديال التشهير، وماشي قانوني اننا نقول لكم المحل بالضبط فينا هو. حنا كنعطيو العنوان، كنعطيكم البلاصه، نتوما ديك الساعه لكل مجتهد نصيب، الانسان يجتهد. حي الفردوس المسيره 1. ديك الساعات الناس تسول على راسها، راه معروف، راه الناس راه البارح راه السلطات راه كانوا تما من 4 حتى 9 ديال الليل، وهما كيقوموا بالعمليه ديال الحجز، وانتهى الامر في اخر المطاف بحضور الشرطه العلميه والتقنيه، وباش انهم حتى هما يديروا المحاضر ديالهم، لان هذاك السيد كيعرض حياه المواطن للخطر. وانتهى في اخر الليل تم الاعتقال ديالو، هبطوه الكوميساريه سونطرال ديال تماره باش يستمعوا ليه وباش يفتحوا محضر بطبيعه الحال، هادشي بتعليمات من وكيل جلاله الملك. فالى متى حنا غنبقاو نشوفوا بحال هاد النماذج هادو؟ هاد الناس هادو خاصهم يمشيو يعشوا في الحبس، لان باش انه كيجيب لحوم مجهول، باش كيجيب لحوم مجهوله المصدر، لحوم فاسده، وكيشدها وكيدير لها مواد مسرطنه باش ان ما تكونش فيه الريحه وحيد منها الزروقيه. فراه لا اله الا الله، راه ما بقى ما يتقال الاخوان، ما بقى ما يتقال. حنا كنوصلوا الخبر، والمواطن خصو يكون واصل هاد درجات الوعي، يمشي يوعى. راه اي بلاصه كتوصل ليها، والمشكل راه ما كاينش الرخا، راه ما كيبيعش بالرخا. الناس اللي كتقول لك لا حق الرخا راه خصك تعيق، لا ما كيبيعش بالرخا، راه كيبيع الكفته ب 90 درهم 100 درهم، راه كيبيع اللحم ب 120 درهم. راه ما كاينش الرخا الاخوان، راه ما كاينش الرخا، باش تعرفوا راه ما كاينش الرخا، ما كاينش الرخا، باش نكونوا واضحين نعرفوا راسنا اش كنقولوا. راه ما كاينش شي حاجه، السيد راه بعد عليه الشبهات لاقصى درجه، لاقصى درجه. وتخيلوا ان هذه اللجنه هذه راه ماشي وفق اخباريه ولا ماشي وفق اخباريه ولا شي حاجه. هذا السيد هذا راه غير لجنه كتقوم بالجولات ديالها العاديه، كتقوم بالجولات ديالها لجان المراقبه، يعني تيقوموا بهذا الامر هذا بشكل يومي، والمسائل يعني غاديه في هذا الاطار هذا. حتى كيتصادفوا بهذا المحل، صاحب المحل تيدخلوا عليه كيلقاو الكارثه، كيلقاو الكارثه، كارثه اخواني، كارثه والله الا كارثه. حشومه بالله، حشومه. هنا كذلك كنشوفوا في هذا المكان هذا السلطات المحليه كيدوروا كذلك على واحد المجموعه من المحلات الاخرى. المحل فين هو؟ اذا المتابعين الافاضل كيف ما قلنا لكم، فراه كارثه بمعنى الكلمه، اننا كنشوفوا مثل هذه المحلات باقا حاله. هاد الناس هادو راه خاص يتخذ في حقهم اقصى درجات العقوبات. الى هنا متابعينا الافاضل كنتم معنا في هذا الخبر هذا العاجل هذا الصباح هذا. كنشكروا كذلك السلطات المحليه اللي كتقوم بالدور ديالها على اكمل وجه، لان الحياه ديال المواطنين فهو تقليد في عناقهم.